وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت اليوم نشارك معكم المخوار اللي كنحتاجو ليه في البصالة ديالو، الميترو والمقص والمقص والمكوى. هكا دايره المكوى. المهم نبدا معكم البصالة ديالو، فهي ساهله بزاف. المهم تناخدو كنعبروا الكمام هما الاولين، كنقطعوهم لهيه كما كتشوفوا صافي، وتنحيدوا الكمام تنفصلوهم بوحدهم. عاد تنشوفوا القياس ديال السيده. المهم تيكون الطول وافي في الثوب ديال المخوار، تيكون ناضي. المهم انا قديتو فصلتو درتو على جوج، هو طويل ودرتو على جوج. المهم خديت المقاس في الكتاف، طراسيتهم بهذه الطريقه هذه. المهم بالنسبه للتقطيعه غادي نقطع ديريكت، ما غاديش نطيح في الكتاف، حيت هاد المخوار هذا ما تيطيحوش فيه الكتاف الاماراتيين، يعني الفصاله ناجحه 100%، ما كيطيحوش فيها الكتاف. هانتوما كما كتشوفوا طيحان الكتاف بطريقه اخرى ماشي كما معتاده عند الجلال والقفاطن. المهم كنقطع ديريكت ما بين الزواقه والطرزه، كتخلي واحد 2 سنتيم، 2 سنتيم كتخلينا هنا، سنتيم الفوق سنتيم. المهم غادي نوريكم كيفاش. المهم نبدا نقطع. هنايا ما طيحت لا كتاف لا والو، كاين طريقه اخرى باش كطيحي الكتاف، طريقه اخرى، طريقه ناجحه 100%. المهم تنستمروا بهذا الشكل هذا. انا دابا دوزت طراسان ولكن ما تيبانش باللون صفر، طباشي صفر. نقطعوا بهذا الشكل هذا. في الجليل كندير 43 44 على حسب السيده شنو بغات، كلوش بزاف ولا شويه. المهم ساليت دابا الفصاله هكا كنقطع انايا، تنطيحوش لا كتاف لا والو، حقاش المخور ما تيطيحوش فيه الكتاف نهائيا. الفصاله هكا دايره فصالته، هذه هي الفصاله ديالو ناجحه 100%. المهم غادي نقطع معكم سنتيم بالنسبه الضوفه الاماميين، وما الضوفه اللورانيين ما غاديش نقطعوا منهم حتى حاجه، باش تما كتكون طيحان الكتاف. غادي نحيد دابا التحتاني نخليه هكاك، غنجبد الفوقاني اللي عندي، وعاد غادي نحيد واحد 2 سنتيم كما كتشوفوا. غادي نحيد هاد 2 سنتيم، هي اللي كتخلي لي الطيحه ديال الكتاف، كتجي ناجحه 100%، لا في اللبسه لا في ناضيه، كنمشي ديريكت. نحيد هذيك 2 سنتيم كتبقى، وفي حيد سنتيم كتبقى سنتيم هكذا. المهم وغادي نبدا التقطيعه ديالي من هنايا ان شاء الله كامله. هنايا غيتحل بالميكو، هنا غيتحل بالميكو ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي بالنسبه للكمام هما مفصلين، فصلتهم باش ما نطولش في الفيديو، فصلتهم قبل. حتى هما غيتقطعوا بالمقص ديريكت، هادو كيتحلوا بالميكوا. نرجع معكم للضوفه الاماميه، يعني القدام، وغنقطعوه بالمقص بهذه الطريقه هذه. وهادو كيتحلوا كما قلت لكم بالميكوا. ملي كتحطي الميكوا كتمشي معاك نيشان، ولكن الميكوا تكون سخونه، كديرها تسخن وبداي تفصلي. كنقطعو، كنخلي نصف سنتيم، يعني الناس المحترفين غيفهموا شنو هو نصف سنتيم، ما المبتدئين فيردوا البال اكثر.
المهم تنقطعيه بشويه بشويه، ما نوصلش الطرزه، ما نوصلش حتى شي، وكنخلي هذيك نصف سنتيم باش انا ندوز عليه المكوى، كيجي ناضي وزوين. العكس انك دوز المكوى ديريكت بلا ما تقطعي، كيجي شويه ما هواش. المهم اني نوريكم شنو خليت نصف سنتيم، يعني داكشي اللي غدوز عليه الميكو كتنعسو ما تخافيش عليها من الصابون ولا في الماكين زعما تشنتف. المهم نتوما كتشوفوا حيتو بالمقص، عاد غندوز عليه الميكوا. ها نتوما كما كتشوفوا خليو هذوك شنيت في نصف سنتيم. ندوز معكم نوريكم كيفاش تقطعوا حتى الكمام كتقطعوا ديريكت، خليو بلاصه الخياطه غنقطعوا ديريكت. عاد بدا ندورو مع دوك اللعيبات بهذه الطريقه، حتى هما كنخلي ليهم نصف سنتيم بلاصه فين غنكوي، يعني فاش غنكوي غينعس داكشي على الطرزه باش كيجي منظر مزيان بزاف، الشكل ديالو زوين. هكذا. المهم نفصل نقطع ونرجع معكم ان شاء الله بهذا الشكل هذا. دابا فصلته كامل بهذه الطريقه هذه. ها السنتيم اللي نصف سنتيم اللي خليت ما بين الطرزه غندوز عليه الميكو. المهم هادو كيتحلوا بالسخون. هذه هي الميكو خليتها سخنات مزيان، الانسان يرد البال معاه يشد في بلاصه السخون، ولا المهم انسان راه السخون والمقص يا لطيف خص ما يرد البال بزاف. ها المقص، ها السخون، ها الثوب، الانسان يرد البال بزاف. كتمشي معي بهذه الطريقه، يعني كتشوف الثوب كيذوب الراس، وغير كتحط الميكوات كتهبط معاه وسميتو كيهبط معاه. وانواع ديال المخور ماشي بحال كاين العادي، كاين هذا ديال الحرير. ماشي كلشي كيتحل بالميكوا، فيهم وفيهم. بحال مثلا انايا جاني الثوب في شكل ما عرفتوش كيفاش، واش هذا ديال الميكوا ولا ماشي ديال الميكوا باش كيتحل، تنفصل. الطريقه هو سهل في الفصاله، من غير بالنسبه للكتاف اللي كنقول عليهم انهم ما تيطيحوش الكتاف نهائيا، ما كيطيحوش فيهم الكتاف. غير الثوب اللوراني كتخلي فيه 2 سنتيم، وبالنسبه للكتف اللي قدامي كتخلي فيه سنتيم. هادشي هي الطريقه باش كيطيحوا الكتاف صحاب الاماراتيين. المهم كنستمروا بالطريقه هذه، ملي كتنعسي دوك الشنيتف. كاين اللي كيستعمل البريكه، فالطريقه ناجحه 100% هي هاد المكوى هذه، هي مزيانه كتحل هذوك الوسطانيين. كنمشيو ديريكت، تمنيت تفهموا اكثر. حلم هكذا كيجي زواقه زوينه. نحل معكم بعدا شي وحده باش تفهموا اكثر. درت هذا الفيديو خصيصا الناس يفهموا، المبتدئين واللي ما عارفش يعرف ان شاء الله. كتحطي الميكو على الثوب كتمشي كتقطعيه بوحدو، فين كتحطيه بحال البلاستيك. الثوب هذا داير بحال البلاستيك، كتحط فيه كيدوب بهذا الشكل هذا. الفيديو طويل، درت واحد الفيديو في القناه رميتو مختصر. الناس اللي ما عندهمش مع فيديوهات طوال، عندهم العقل خفيف دغيا تفهموا، قال لي اللي نطولوه نقصروه بهذا الشكل هذا. المهم انا ساليته كيجي يا سلام يا سلام يا سلام. طريقه ناجحه 100%، ما تحشمك لا مع الكليان لا مع حتى شي حد، طريقه مرضيه. هذا مكان.
وندوزو الضفات الاماميين باش نكويهم حتى هما. تمنيت تشوفوا كيفاش الكاوي. دابا الثوب هذا راه فيه الفازلين من التحت، هو اللي ما تيخليش حتى الميكود تاخد حقها مزيان. كاين الفازلين هو ما كيتحرقش هو مع السخون. هذا ما كان كنلقى المشكل في التصوير. انا غادا معكم بشويش باش تفهموا اكثر، خصوصا الناس اللي مبتدئين. هما اللي كيخدم في هذا المجال هذا غير يشوف يفهم، دغيا يفهم. بالطريقه هذه المهم نحل معكم شي زواقه اخرى. دابا الكل ساليتو، غادي نحل هاد الوسطانيه معكم باش ما نطولش معكم الفيديو بزاف. بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. كما قلت لكم كاين الفازلين من تحت، وما بالنسبه للثوب راه داب كيبقى غير الفازلين هو هذا كيطرزوا عليه. لقاش ما كانش الفازلين ما غاديش تكون الطرزه، يعني ضروري من الفازلين ديريه من التحت، تلصقيه بالسخون تما عاد الانسان صحاب الناس اللي تيطرزوا. كديري الفازلين ديري عليه السخون كيلصق مزيان فكطرزيه مزيان. هذه معلومه مهمه الناس اللي بغاو يطرزوا بليد، يديروا الفازلين ويديروا عليه الميكواي سخون تيلصق مزيان، ويديروا الرشمه اللي عجبتهم ويخدموا عليها فكتجي ناجحه 100%، عكس انه يخدموا ديريكت في المرمى. المرمى كتخلي الشكل شويه ما هواش، اللهم الفازلين احسن. الا كان شي تشنتيف بالميكو كيتحيد. هذه هي اللي خدمت معكم في الاول، ها كيفاش كتجي. المهم تنكمل معكم هادشي كامل تالي. دابا هذا هو الفازلين انا كنحيدو. دابا الثوب داب، دابا هذا غير الفازلين صافي تماما. ها واحد كيتحيد حتى هو بسهوله، وما تخافوش قطعوا بالطريقه هذه وما تخافوش. لا غير الفازلين، ما الثوب راه داب تحيد الثوب بوحدو بقى الفازلين لاصق، حيت هو ما كيندمش مع السخون ضد السخون. دابا هاد الشناتيف اللي كيبانوا لكم في هذوك عريشات راه غير الفازلين، وما الثوب داب. الناس دابا تبارك الله كتسائل ما بين نفسها، فكنحاول نشرح لكم كلشي. المهم كيجي بهذه الطريقه ديالنا جميل جدا وما كيتفككش مع الصابون ولا. هاد ناحيه التجربه ديالي كيبقى كيما هو. الا كان شي شنيتيف هكا خارجه دوز عليه الميكوا كتذوب كتحيد. غير كنبغي انا نتقن العمل ديالي، داكشي علاش نشوف حتى شي تشنيتيفه تدور. وردوا البال مع السخون، تقيتي بيه شي حاجه هو معاك خسر البياسه. هو صعيب صراحه لانتيزي السخون تيضرك في العينين، السخون طالع مع العينين صعيب. ايوا من هادشي من اجل ترضي الزبون. بالنسبه لهذا هو الضفان اللورانيين، هادو ما مطيحين فين الكتاف لا والو، باقي كيما هو.
وهذا فيه غير سنتيم، ما مطيحين فيه لا كتاف لا والو، مقطوع ديريكت. هذا فيه سنتيم، والضوفا اللورانيين كيتخيط بهاد الطريقه هادي، بهاد الطريقه تيجي في اللبسه مع الطرزه، كيجي ناضي والكتاف طايحين بهاد الطريقه هادي. هي طريقه ناجحه 100%. هذا ما مطيحين لا كتاف لا والو، كتخيطي سنتيم حيت هو كيتخيطي بالماكينه. المهم انا خيطت معكم بهاد الطريقه هكا كيجي، نتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان. دابا هذا مخيط، مازال ما درت لينا مصلوح لا والو، كيجي بهاد الطريقه هادي. نزيد نبين لكم اكثر. المهم الكتاف تيكونوا هكا، فاش كتلبسوا الزبونه فكيجي كتاف طايحين وخدمه متقونه 100%، والطرزه كتكون شاده بلاصتها. فهو من الداخل درنا ليه حتى التبطين، ضروري من التبطين بالماكينه. هادشي اللي كاين، والتشجيعات ديالكم تمنيت تستافدوا. السلام عليكم.